عمرك سألت نفسك ليه جوه الأسانسيرات في مرايات؟ في السبعينيات سكان خط سحاب في نيويورك كانوا بيشتكوا طول الوقت من ان الاسانسير بطيء جدا. الشركات درست الموضوع، والمهندسين قالوا ان الحل التقني هو تغيير المواتير وتطوير النظام. بس التكلفة هنا كانت ملايين الدولارات، يعني فلوس بكميات ضخمة علشان مجرد ثانية أو حتى دقيقة انتظار زيادة. الحل اللي عملوه كان أبسط بكتير، حطوا مرايات كبيرة جوه كل أسانسير، والنتيجة إن نسبة الشكاوي نزلت بشكل ضخم. الناس هنا بقوا مشغولين بنفسهم وبلبسهم، زائد كمان طبعا مميزات إضافية لوجود المرايات للسلامة وخلافه. لكن المهم هنا إن الوقت نفسه ما اتغيرش، لكن الإحساس بيه اختفى تماما. العلماء سموا ده سايكولوجي اوف ويرنج. نجاحك دايما مش بس بيكون في الخدمة اللي انت بتقدمها، نجاحك غالبا بيكون في التجربة اللي انت بتقدم من خلال الخدمة. فالخلاصة انه في البيزنس او البراندنج انت مش دايما محتاج تغير المنتج او تضخ فلوس كتير جدا في تطوير معقد. اوقات ابسط تفصيلة تغير تجربة العميل كلها، ولو التجربة بقت مرضية للعميل، العميل نفسه هيسامحك حتى لو الخدمة نفسها ما اختلفتش ابدا. سلام.